السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معتز رجب وأنت على قناة هاكر ماسترز سكول. أهلا بيكم في الكورس الخامس معانا كورس الفاير وول. يا ريت في بداية الدرس ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويا ريت كمان تدعمنا باللايك، ده بيفرق معانا كتير جدا في القناة، وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس. النهاردة هنتكلم عن حاجة أساسية في شبكات الإنترنت وخصوصا في أمن الشبكات، ألا وهي النات. مبدئيا يا جماعة النات زي ما يمكن خدنا قبل كده في كورس CCNA يعني Network Address Translation. النات هو السبب اللي بيخلي شركات وأفراد يقدروا يستخدموا الإنترنت من غير ما يحتاجوا لملايين من عناوين الاي بي العام أو البابليك اي بي، وكمان بيدي طبقة حماية بسيطة للأجهزة الداخلية. ويمكن ذكرنا ليه بيدي حماية وليه بيبدأ ان هو يوفر كمية عناوين كتيرة جدا في البابليك اي بي ادريسز، وعرفنا ليه تم تطوير النات قبل كده علشان يبدأ ان هو يحافظ على اعداد الاي بي اللي كانت هتخلص من ان هي ما تخلص. ومبدئيا لو جينا بصينا على الصورة دي اللي قدامنا هنلاقي هنا الانترنت او السيرفيس اللي احنا بنبدأ ان احنا نخرج ليها، وهنلاقي عندنا هنا النتورك بتاعتنا او البرايفت نتورك. ثواني كده خلينا نتخن السايز كده بتاع الخط. تمام. فادي عندنا مثلا وليكن الانترنت اهو اللي احنا بنبدأ نخرج عليه، وعندي هنا الشبكة بتاعتي. لو بصينا هنا في رينج الشبكات بتاعتي هنا هنلاقيها رينج اللي هو البرايفت اي بي اللي هو ال 192.168.x.x، وادي هنا عندنا البابليك اي بي ادرس. ويمكن عارفين من كورس CCNA ايه الاختلاف ما بين البابليك اي بي ادرس، وعرفنا الثلاث رنجات الاساسيه بتوعنا بتوع البرايفت اي بي ادرس. وادي عندنا سويتش علشان يقدر ان احنا نكونكت عليه اكتر من جهاز، وبعد كده السويتش ده المفروض مربوط بالراوتر اللي هو بيأكت از انات ديفايس، وبيبدأ هنا الراوتر هنا من خلال الخدمة دي يحول البرايفت اي بي اللي موجودة هنا لبابليك اي بي وهو رايح بيكلم الناس على الانترنت. فقلنا برضو ان احنا مثلا لو عندنا هنا وليكن 1000 جهاز، ال1000 جهاز دول في البرايفت اي بي، كل الأجهزة دي طبعا بيبقى نقدر ان احنا نطلعهم بعنوان واحد بس او عنوانين او 3 او 4 او 5 زي ما خدنا في البولز في CCNA، ويمكن هنتكلم عليهم كمان شوية. لكن اللي عايزين نبدأ نعرفه من دلوقتي ان النات هو بيحول البرايفت اي بي للبابليك اي بي علشان نقدر ان احنا نخلي اجهزة كتيرة جدا تطلع بابليك اي بي واحد بس، وما نشتريش كذا عنوان للبابليك اي بي ادرس. يبقى النات كده بالبلدي او ببساطة دي تقنية هتلاقيها في الراوتر او الفايرول، بتبدأ تبدل عنوان الاي بي بتاع الجهاز الداخلي بعنوان تاني لما الترافيك يخرج للانترنت. يعني لو جهازك مثلا داخلي عنوانه 192.168.1.10، ممكن الراوتر يبعت كل الطلبات لبره من خلال عنوان بابليك اللي هو 203.0.131.2 بدل ما يظهر بعنوانك الحقيقي. فلو جينا هنا بصينا على الجدول اللي قدامنا ده هنلاقي هنا النات وهنا البات. بيقول لك ان النات بيحصل للبرايفت اي بي ادرس بيحوله لبابليك اي بي ادرس. البات بيبدا ان هو يمسك البرايفت اي بي ادرس ده بيبدا يحوله لبابليك اي بي ادرس بس من خلال البورتات. يعني بيبدأ ان هو يضيف موضوع البورتات. يعني لو كبرنا الحتة دي كده هتلاقي ادي في اخر الاي بي بيبدأ ان هو يضيف رقم البورت معانا عادي جدا. عندك هنا اللينك، هنا النات is superset of bat، البات is subset of NAT، it is a form of dynamic NAT. يبقى ده نوع او جزء البات ده يعتبر حتة من النات. النات طبعا بيبدا ان هو يستخدم الاي بي في اي بي فيرجن 4 ادرس سكيم. البات بيبدا ان هو يستخدم الاي بي فيرجن 4 برضو، ولكن مع اضافه البورت نمبر او رقم البورت.
طيب بالنسبة للأنواع النات هنا بيبدأ يكون يا إما ستاتيك نات يا إما دايناميك نات أو اللي هو بات. تمام. لكن البات هنا عندنا ليه نوعين، ليه ستاتيك بات وليه اوفرلودد بات. ده كده حاجة كده زي مقارنة بسيطة ما بين البات والنات. ومبدئيا برضو حتة ان احنا نقارن البات بالنات يعني هي فيها حتة كده مش حقيقية قوي او مش مظبوطة قوي، لان احنا بنقارن حاجة جوه حاجة ببعض. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على البات ده جزء يعتبر من انواع النات، هو بيختلف بس في الطريقة لان هو بيتعامل بالبورتات، لكن ده بيتعامل من خلال العناوين. طيب احنا ليه بنستخدم نات يا معتز؟ عندي 3 اسباب رئيسية علشان نبدأ نستخدم موضوع النات او بنستخدم النات علشان نقدر ان احنا نحققهم. اول واحدة بنقدر ان احنا نوفر عناوين IP version 4. يعني بدل ما تمتلك مثلا public IP لكل جهاز، لا انت ممكن يكون عندك مثلا وليكن 100 جهاز في النتورك بتاعتك، سواء مثلا لابتوب او بي سي او موبايل، ويبدأوا يخرجوا كلهم ببابليك IP واحد. فبكده بدل ما هنبدأ ان احنا نخلي لكل جهاز من المية دول بابليك IP، لا احنا هنعمل بابليك IP واحد او هيبقى عندنا بابليك IP واحد، وهنبدأ ندي ال100 جهاز دول برايفت IP، ولما يجي اي حد طالع بيهم هيبدأ يطلع بيهم على الانترنت من خلال البابليك IP الواحد ده. وهنعرف الانواع المختلفة للخروج بالبابليك IP كمان شوية. تاني نقطة بتبدأ ان هي تحقق خصوصية وامان، بمعنى صح ان الاجهزة الداخلية مش بتبقى مباشرة او مقابلة للوصول للانترنت. يعني على سبيل المثال احنا دلوقتي لو جبنا مثلا الصورة دي مثلا كده اللي هي understanding the net concept، لو بصينا كده هنلاقي عندنا 4 أجهزة اللي هو مثلا 10 و13 و11 و12. لو بصينا عليهم كده هنلاقي هنا ال4 أجهزة دول في البرايفت نتورك بتاعتي عايزين يبدأوا ان هم يخرجوا على الانترنت. هيبدأوا يخرجوا من خلال ايه؟ هيبدأوا يخرجوا من IP واحد بس بابليك اللي هو 203 31 220 134 على الانترنت. يبقى اي جهاز من الاربعه دول عايز يبدا يطلع بره هيبدا يستخدم البابليك IP ده. طيب لما الانترنت يبدا يرد على الريكوست اللي طلع من النتورك الداخليه بتاعتي او الانترنال نتورك، هيبدا يوجه له الرسالة بتاعته على IP بتاعته، وهنفهم برضو كمان شوية ازاي العملية دي بتتم. يبقى ده كده تاني عنصر معانا اللي هو ليه بنبدأ ان احنا نستخدم النات مع IP version 4. تالت نقطة ان هي بتعمل زي ادارة سهلة وتأمين للوصول. بنقدر نتحكم في مين يخرج ومين لا عن طريق البوليسز. يبقى من خلال البوليسز المعينة بنقدر نتحكم في الأجهزة مين اللي يقدر يخرج انترنت ومين اللي ما بيقدرش يخرج. فدول كده ال3 أسباب الرئيسية لاستخدام النات في IP version 4. نيجي لأهم نقطة في الدرس كله. في ناس كتيرة جدا بتبدأ تتلخبط ما بين 4 مفاهيم رئيسية، ألا وهي الدايناميك نات والستاتيك نات والسورس نات والديستنيشن نات، او ساعات بيسموا اللي هي الاس نات والدي نات. فالناس بتفتكر ان هو الاس نات دي اللي هي ستاتيك نات، والناس تانية بتفتكر ان الدي نات اللي هي الدايناميك نات. لكن احنا عندنا 4 مفاهيم رئيسية في النات. ال4 مفاهيم دول لو فهمتهم مش هتتلخبط خالص بإذن الله في موضوع النات. وده للأسف يعني ناس كتيرة جدا لما بتيجي مثلا تسمع الدرس بتاع النات، بتسمع مثلا الدرس ده مثلا على جزئين مثلا مع الناس اللي على اليوتيوب أو كده، فبيتلخبطوا جامد ما بين ال4 مفاهيم دول. فعايزين نبدأ نخلي ال4 مفاهيم دول مع بعض ونشرحهم مع بعض في درس واحد، علشان نقدر ان احنا نفرق ما بينهم تفرقة جيدة، ونفهم كل واحدة بتعني ايه في موضوع النات. طبعا فهمنا ان النات هو النتورك ادرس ترانسليشن، بمعنى ترجمة العناوين او اللي هي الايبيهات اللي ماشية في الطريق ما بين الاجهزة المختلفة جوه وبره النتورك.
ببساطة زي ما بنقول كده الفاير وول بيقول الاي بي ده مش هينفع يعدي بالشكل اللي هو عليه ده، خليني اعدله شوية علشان يقدر يناسب الشبكة اللي هو داخل عليها. طيب تعالوا نقارن ما بين السورس نات والديستنيشن نات. السورس نات بنغير في عنوان مين؟ عنوان المرسل. طيب بيحصل امتى؟ لما جهاز جوه الشبكة بيبدأ يطلع بره. يعني معتز عايز يطلع يبص على الفيسبوك، فبيبدأ ان هو يطلع من العنوان مثلا 192.168.1.10 للانترنت. اول ما العنوان ده بيبدأ ان هو يروح للراوتر، الراوتر بيروح شايل ال 192.168.1.10 ده وبيحط مكانه مثلا 203.0.113.5. تمام؟ يبقى ده كده اللي بيحصل في عملية السورس نات. طيب بالنسبة للديستنيشن نات، ده عنوان المستقبل او اللي بيستقبل الحاجة ده. طيب احنا بنبدأ ان احنا نتعامل في الحتة بتاعة الديستنيشن نات دي امتى؟ لما حد بقى من بره النتورك بتاعتي اللي هو من على الانترنت عايز يوصل لسيرفر جوه الشبكة عندي. فمثال مثلا في كلاينت مثلا من بره عايز ياكسس ويب سيرفر عندي في الشركه، فبيبدا يروح مثلا لاي بي بابليك اللي هو مثلا عنوان وليكن 203.0.113.10. الفاير وول اول ما يبدا يشوف الاي بي ده يبدا يترجمه لايه؟ لبرايفت اي بي علشان يقدر يدخل عندي جوه في الشبكه وليكن 192.168.1.10. طبعا ده عبارة زي، أو لو احنا مثلناه بالحياة الواقعية، زي حد مثلا بعت طرد على عنوان الشركة. الاستقبال بيبدأ ان هو او الريسبشن بيبدأ يحوله مثلا اول ما بيجي لي على عنوان الشركة للموظف مثلا رقم 10 جوه الشركة. والاختصار بتاع الجزئية دي ان انا دلوقتي السورس نت ببدأ ان انا احول البرايفت اي بي بتاعي لبابليك اي بي، اما الديستنيشن نت بحول البابليك اي بي لبرايفت اي بي. يبقى كده ده كده فهمنا الديستنيشن نت والسورس نت. ندخل على الجزئية التانية، الستاتيك نت والدايناميك نت. يعني ايه ستاتيك نت؟ ستاتيك نت يعني ببدأ ان انا اربط ما بين اي بي داخلي واي بي خارجي. يعني اقول ان مثلا الاي بي رقم 192.168.1.10 اللي هو البرايفت اربطه لي ب 203.0.113.10. طيب خصائصه ايه الستاتيك نت ده؟ اول حاجه ان هو ثابت، مش هيتغير على طول، يعني طول الوقت هتلاقيه ثابت. هما العنوانين دول مربوطين ببعض دايما نفس الاي بي. وطبعا ده بيكون مثالي للسيرفرات مثلا وليكن مثلا زي الويب سيرفر والحاجات دي. زي مثلا لو احنا مثلناها بالحياه العمليه، موظف ليه رقم مكتب ثابت. يعني انت دخلت هتلاقي معتز مثلا قاعد على المكتب رقم 10 بشكل ثابت. كل ما هتيجي الشركة هتلاقي معتز قاعد على المكتب رقم 10، هتدخل هتقدر ان انت تتعامل معاه على طول. فده كده بالنسبة للستاتيك. طيب بالنسبة للدايناميك، الدايناميك نات ده عبارة عن اي بي داخلي بياخد اي اي بي فاضي من مجموعة اي بيهات تانية. يعني مثلا انا عندي الاي بي اللي هو مثلا 192.168.1.20 بيبدأ ياخد مثلا 203.0.113.21، او بقى بدل ما نحط بقى 21 ممكن نحط 22 و23 و24 و25. يبقى يقدر ان هو يطلع باكتر من اي بي بابليك على الانترنت. يبقى اي بي برايفت واحد بس يقدر يطلع باي شكل من الاشكال الكتيرة خالص اللي هي فيها كذا اي بي بابليك على الانترنت. وده طبعا مختلف عن النوع اللي فات في ان هو ما بيبقاش ثابت، بيكون متغير. بمعنى ايه؟ ان هو ممكن يتغير. يعني المرة دي طلع مثلا باي بي اخره 21، ممكن يطلع باخره مثلا 23، ممكن يطلع بالاخره 25. تاني نقطة هيكون مؤقت. يعني انا دلوقتي خدت الاي بي ده وطلعت بيه، خلاص بقى بعد ما اخلص السيشن هيروح اعمل له ايه؟ هيروح سايبه، وممكن يبدأ ان هو لما يجي يطلع تاني ياخد واحد تاني غيره. يبقى الاولاني اللي في الستاتيك نات ثابت، لكن ده متغير، يعني ممكن كل مرة يطلع بواحد مختلف. الاولاني دايم يعني نفس الاي بي، لكن ده بيكون مؤقت بشكل مؤقت، يبقى بياخد الاي بي ده بشكله مؤقت. طبعا ده بيكون مثالي او شائع ما بين المستخدمين، او دايما بيستخدموا مين؟ اليوزرز العاديين لما بييجوا يطلعوا من البرايفت نتورك للبابليك نتورك.
يبقى انا دلوقتي هقدر ان انا اجمع الاربعه دول ممكن في جدول، واقول لو انا استخدمت الستاتيك مع الديستنيشن نات، يعني الستاتيك نات مع الديستنيشن نات، ده هتلاقيه منتشر جدا لما باجي اطلع سيرفر على الانترنت زي الويب سيرفر. ليه يا معتز بتقول كده؟ علشان انا الستاتيك السيرفر لازم يكون واخد اي بي ستاتيك، وبمعنى اصح لازم يكون الايه في ديستنيشن نات، في حاجه بتبدا ان هو تعرفه ان هو ده السيرفر المقصود. تاني نوع معانا هيكون مين؟ الدايناميك ومين؟ والسورس نات. ده هيبدا ان احنا نستخدمه كتير جدا في حالات اليوزرز لما يجوا يطلعوا على الانترنت. طيب ليه يا معتز؟ علشان السورس نات بيبدا ان انت تطلع من السورس للديستنيشن، وبالنسبه للدايناميك علشان يقدر يطلع باي اي بي من الاي بيهات البابليك المتاحه ليه. اما بالنسبه للستاتيك والاس نات مع بعض اللي هو السورس نات والستاتيك نات، ده نادرا جدا ما هنستخدمه. وبالنسبه للدايناميك والدي نات ده هيكون شبه مستحيل ان احنا نستخدمه. فالموضوع طبعا انا عارف ان هو ممكن يكون ملخبط شوية، لكن هو ده الشكل اللي احنا عايزين نذاكر بيه النات عامة، علشان نبدأ ان احنا نقدر نفرق ما بين الاربع حاجات دول. يبقى هنعيدهم مرة اخيرة علشان نبدأ ان احنا نفهم الموضوع ده. يبقى كده عندنا السورس نات علشان تخرج بيه من البرايفت نتورك تروح بيه للبابليك نتورك، الديستنيشن نات علشان تدخل بيه من البابليك نتورك للبرايفت نتورك، الستاتيك ده نات بتبدا ان انت تحطه لسيرفر واحد علشان الناس تقدر تاكسسه. اما بالنسبه للدايناميك ده فبتبدا تديه لليوزرز علشان يخرجوا باي اي بي بره على الانترنت. الموضوع سهل وبسيط، اهم حاجه تكون مركز علشان تقدر تعرف الفروق الاربعه دول. اتمنى يكون الدرس لحد كده واضح، واللي عنده اي استفسار يبدأ ان هو يكتب لنا في الكومنتس، وهنبدأ بإذن الله نجاوب على الاستفسار بتاعه. اشوفكم بإذن الله الحلقة مع اللاب العملي، ويا ريت لو استفدت من الدرس حاول تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسناش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.